الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا الإمام الحسين عليه السلام: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. صدق الإمام الحسين لذكره الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أحباء الحسين، نبارك لكم هذه الأيام، أيام تحصيل الثواب، أيام التقرب إلى الله جل وعلا. وهذا اليوم ألا وهو يوم الجمعة، يوم الخير والبركة، ونحمده تعالى على أول النعم، ألا وهي نعمة طيب الولادة، ونسأله تعالى أن يوفقنا لنؤدي شكر تلك النعمة العظيمة، نعمة الولاية لعلي ولآل علي، ونحمده تعالى على نعمة أخرى كبرى من الرب بها علينا، ألا وهي نعمة البكاء وإقامة المآتم على سيد الشهداء الإمام الحسين. فالحمد لله الذي جعلنا من الشيعة الذين بشر بهم الرسول صلى الله عليه وآله لما قالت له ابنته فاطمة: فمن الباكي على ولدي الحسين؟ إن كان يقتل في زمان خالي منك يا رسول الله، ومني ومن أبيه ومن أخيه الحسن. قال: لقد خلق الله له شيعة يبكون عليه ويقيمون له المآتم، فله الحمد والشكر على أن رزقنا وجعلنا أيها الأحبة من أولئك الشيعة. ونسأله تعالى بتلك النعمة وبتلك الرحمة أن يتمم نعمته علينا بأن نزف إلى الجنة بيد شفيعنا الإمام الحسين، وأن لا يحرمنا من زيارته في الدنيا ومن خدمته ومن شفاعته في الآخرة، إنه سميع مجيب. الواقع أيها الأحبة كلمة عظيمة صدرت من الإمام الحسين تحير فيها القاصي والداني، العالم والجاهل. يقول سيد الشهداء الإمام الحسين: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والفتح أيها الأحبة والشهادة لا يجتمعان، فمن انتصر وبقي حيا حصل الفتح والنصر، ومن استشهد لم يحصل الفتح لم يحصل النصر. فكيف بالإمام الحسين؟ يقول: شهادتي هي فتح. أيها الأحبة، كيف تكون الشهادة هي فتح؟ وإن شاء الله الكثير سأل: من قتل كيف تفتح البلدان على يديه؟ كيف تفتح الأوطان؟ كيف تلك الأجساد المرملة، تلك الأجساد المضخخة بالدماء استطاعت أن تحقق نصرا؟ لم يدرك الكثير معنى كلمة سيد الشهداء الإمام الحسين، أن بقتله لا بانتصاره بالمعركة، بشهادته يتحقق النصر. لم تستطع أكبر الجيوش
على مستوى العالم أن تحقق. نصر دخل إلى القلوب، نصر استطاع أن يجتاز الأوطان والقبائل، واستطاع أن يعبر من قارة إلى قارة، استطاع أن يخترق الجدران، لأنه ينتقل من قلب إلى قلب. كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. قال حرارة، هذه الحرارة هي المحرك أيها الأحبة، لأنه كما ذكرنا فيما مضى الحرارة ناجمة من الحركة. إذا أصحاب الإمام الحسين في حركة دؤوبة، في عمل مستمر ليلا نهارا. تراهم في الليل قراء للقرآن، تراهم في الليل بين قائم وراكع وساجد، وتراهم في النهار كما نراهم اليوم خدام لأولئك الزوار، والزوار في حركة دؤوبة، وكأنهم يريدون أن يصلوا إلى معشوقهم الأول ألا وهو الإمام الحسين سلام الله عليه. حير الإمام الحسين الكل، شهيد أرهب الطغاة، شهيد انتصر على قاتله في عصر قاتله، انتصر على يزيد عليه لعنة الله في عصر يزيد أيها الأحبة. وهذا النصر يتجلى في أن يزيد سرعان ما تبرأ من قتل الحسين وأقام فاتحة في قصره للإمام الحسين. وهذا هو النصر أيها الأحبة. أولا بدأ يفتخر ويريد أن يرى رأس الحسين بسرعة، وقال عجلوا علي برأس الحسين. لكن سرعان ما ينقلب السحر على الساحر، ويندم يزيد على ما فعل ويتبرأ، ثم مو فقط يتبرأ، يقيم فاتحة للإمام الحسين في قصره ويقول ألا لعنة الله عليك يا ابن مرجان لقد عجلت بقتل الحسين. إذا ماذا بدأ أيها الأحبة؟ مو فقط يتنازل، وإنما بدأ يلعن عبيد الله بن زياد، يلعن ابن مرجان لما فعله من قتل الحسين سلام الله عليه، وهذا هو النصر. ثم ماذا يقول للإمام زين العابدين؟ وهذه نصر آخر أيها الأحبة. يقول له عم يا علي أولي كفارة عن قتل أبيك الحسين؟ إذا شنو أقر؟ ماذا أقر؟ أنها جريمة كبرى أيها الأحبة. يعني كان فرحا بالنصر، الآن ماذا؟ أقر بأنه ذنب كبير يحتاج إلى عمل جبار يقدم إلى الرب لكي يغفر ذلك الذنب. وهذا إقرار بالمعصية، وأن قتل الإمام الحسين لم يقتل كما زعم الذي جاء من بعد يزيد أنه قتل بسيف جده، وأن قتل الحسين هو قتل بحق، بل يزيد بلسانه يعترف أمام الملأ وأمام الحكومة في ذلك الزمان أن قتل الحسين معصية كبرى وتحتاج إلى كفارة لم يعرفها يزيد. واضح إن شاء الله؟ ولم يعرفها الذين أحاطوا باليزيد من علماء الجور، ما عرفوا شنو كفارة. ماذا يفعل؟ قتل نفس ليست كهابيل، بل هي أقدس، وليست كيحيى، وليست كفلان، إنها نفس الحسين، فما هو كفارة ذلك الذنب؟ فقال له الإمام زين العابدين إذا أردت أن يغفر الله لك فعليك أن تواظب على صلاة وفيدة، عليك أنه تواظب على تلك الصلاة. واضح؟ هذا إقرار أول أيها الأحبة. وتعالوا إلى الإقرار الثاني من قبل يزيد عليه لعائن الله بأنه قد عصى الرب وارتكب جريمة، تحير في كيف يتخلص من عقابها. قال له يا علي. واضح؟ صار شنو هو الآن؟ إذا تبين أنه مو خوارج أيها الأحبة، مو كانوا خوارج. الآن شنو طلع؟ عم صار
واضح إن شاء الله. سرعان هذا الانقلاب من قبل يزيد شنو يدلل؟ على أن هناك شيء قد حدث في الشام، على أن الأمة بدأت تنقلب على يزيد. وأي أمة؟ مو الأمة الكوفية، الأمة الشامية التي أرضعها معاوية بغض أمير المؤمنين. هذه الأمة بدأت تدرك حقيقة الإمام الحسين. قال له: يا عم، ماذا أعطيك بدل تلك الجريمة؟ كيف تريد أموالي؟ واضح يعني شنو يريد يقول؟ أعطيك دين؟ واضح؟ الآن أنا مختلط مقابل القتل. شنو يريد يقول؟ يريد يقول أن هذا القتل قد وقع خطأ، وقتل الخطأ ماذا أيها الأحبة؟ الدية يدفع بدله. واضح إن شاء الله؟ أراد يقول هذا مو قتل متعمد، هذا قتل خطأ قد وقع، وأنا الخليفة أعطي بدل قتل الخطأ الذي صدر من الوالي مالتي اللي هو عبيد الله بن زياد أعطي مال. ماذا قال له الإمام علي بن الحسين؟ رفض ذلك. لماذا؟ لكي لا يعطي حجة لمن بعد يزيد بأن يزيد قد قتل الإمام الحسين قتلا خطأ وأعطى الفدية. فماذا تريدون يا أتباع الحسين؟ لكي تبقى تلك الجريمة أيها الأحبة على مر العصور والدهور. ولهذا بعد شيء آخر أيها الأحبة، أن ثأر الإمام الحسين سلام الله عليه لم يأخذه أحد حتى المختار. واضح؟ لأنه عند العرب أيها الأحبة، عند الأعراف العربية، أن الذي يأخذ بالثأر لا بد أن يكون ولي الدم. واضح إن شاء الله. ولهذا ظلت الراية الحمراء على قبة سيد الشهداء في كل عام، تستمر تلك الراية مرفوعة تقول هذا مقتول لم يأخذ أولياء دمه بثأره. فأصبح الإمام الحسين سلام الله عليه مرعبا للطغاة، وأقر الطاغية الذي قتله بأنه ماذا أيها الأحبة؟ ارتكب جريمة كبرى ندم عليها، ولكن لا فائدة في ذلك الندم. واستمر الطغاة أيها الأحبة طاغية بعد طاغية يخاف من الحسين والحسين في قبره. أرعب الطغاة مو فقط الذين التصقوا بالإمام الحسين سلام الله عليه، أصبح لهم رهبة وأصبح لهم قوة وأصبح لهم شوكة، بحيث أن الطغاة أرادوا بكل ما أوتوا من قوة أن يمنعوا من زيارة ميت الإمام الحسين. ولكن أي ميت أيها الأحبة؟ يبعث الحياة في كل النفوس. ميت اختلف عن البقية، ميت يعطي الحياة، مات جسدا للإمام الحسين، ولكن روحه قد انتقلت بين أحبائه، فالكل أصبح يفتخر على أن يحسب من خدام الإمام الحسين، بين الملك المتعالي وبين العالم الرباني، الكل يتبارك أيها الأحبة. والبارحة قرأت قصة عجيبة يذكرها الشيخ مكارم الشيرازي، واللي يقدرون الأخوة يطلعون عليها موجودة على اليوتيوب ومنزلينها ترجمة عربي. عجبا للإمام الحسين. يقول الشيخ رحمة الله عليه المرجع الكبير الشيخ مكارم الشيرازي نقلا عن السيد البروجردي رحمة الله عليه، يقول أصيب بمرض بعينيه عجز الأطباء عن علاجه وتحيروا في مسألة إيجاد العلاج، فكاد أن يفقد بصر السيد البروجردي. يقول فقرر أن يأتي إلى الإمام الحسين من مدينة قم، يأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، فلعله بلطف الحسين وببركة الحسين ماذا أيها الأحبة؟ يحافظ على بصره. يقول ركب القطار من مدينة قم أو من مدينة طهران وتوجه إلى الأهواز، ثم دخل إلى البصرة، وكان الناس عائدين من زيارة الأربعين للإمام الحسين. فأثناء ركوبه بالسيارة مع هؤلاء الناس رأى أحد الأشخاص عليه سماء الصالحين، وفي قدميه طين
لأنه رجع، واضح إن شاء الله، ذهب حافيا للإمام الحسين، ورجع وقدميه لا زال يتبرك بذلك التراب والطين الذي في قدميه. يقول فنزل ذلك المرجع على قدمي هذا الزائر للإمام الحسين. سيدنا البروجردي ينزل على قدمي هذا الزائر، ثم يأخذ قليلا من ذلك الطين الموجود بين أصابع ذلك الزائر ويضعها على عينيه ويقول إلهي أتوسل إليك بالحسين الوجيه، إلا ما أرجعت علي بصري فإني أشكو منه ألما، وببركة ذلك التراب الذي ماذا أيها الأحبة وصل إلى الإمام الحسين من الله جل وعلا على السيد البروجردي بالشفاء من ألم عينيه. ويقول السيد ولم أشتكي ألما بعد هذا اليوم أبدا. اللهم صل على محمد. فإذا الإمام الحسين مو فقط العالم ولا فقط الملك ينزل إليه، الكل يأخذ من الإمام الحسين. واضح إن شاء الله؟ واليوم بعد تشوفون أيها الأحبة الكل يقدم وبعد يبكي على الإمام الحسين أكثر مما يبكي على والديه. الآن الكثير من أخوتنا لما تصير عند فاتحة شنو يقول؟ وأجل الفاتحة إلى بعد 10 من المحرم أو إلى بعد زيارة 40. لماذا؟ لأن عندنا فاتحة مغطية على كل الفواتح، عندنا شيء قد غطى على كل شيء، عندنا مصيبة أكثر من مصيبة الأهل وأكثر من مصيبة الولد، عندنا مصيبة بكت لها السماوات السبع. واضح إن شاء الله؟ عندنا مصيبة حركت الأرض واهتزت لها، ألا وهي مصيبة الإمام الحسين. عندنا مصيبة أبكت الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا الإمام الحسين أيها الأحبة إمام ماذا؟ كل ما مضى الزمان زاد الفتح الحسيني، كل ما مضى الزمان غربها شرقها. وأقرأ شيء آخر هم حبيت أنقله إلى مسامع الأخوة. هذا كيرلس البابا مال الفاتيكان، كيرلس اسمه. هذا بابا الفاتيكان لما جاء إلى مصر والتقى مع أنور السادات، يذكر ذلك الدكتور محمد عطلة النابلسي في كتابه من تاريخ أنور السادات. يقول سأله أنور السادات هل تأثرت بأحد العرب من حاكم أو عالم أو شخصية عربية أثر في نفسك؟ قال نعم، لقد تأثرت بالحسين بن علي. وأنور السادات ينقله بعد اللقاء يقول عجبا للبابا جاينا لمصر ويقول تأثرت بالحسين بن علي. يقول لقد قرأت عن الشخصيات العربية والإسلامية فلم يؤثر في نفسي كما أثر الحسين بن علي. أصبحت كلماته ترن في إذني وأصبحت وكأني أتنفس أنفاس الحسين. فقال له مما بعض الكلمات، يقول فأخرج لي دفتر كاتب بي تلك الكلمات. أول كلمة كاتبها في ذلك الدفتر هذا البابا هيهات منا الذل. واضح؟ تلك الكلمة الحسينية البابا ينقلها يقول أول كلمة وضعتها في دفتري تأثرت بالحسين سلام الله عليه. إذن الإمام الحسين في كل جهة وفي كل مكان وفي كل زمان أيها الأحبة. فهنيئا لمن خدم الإمام الحسين، وهنيئا للخدام، وهنيئا للزوار، وهنيئا لمن بكى أو أبكى أو تباكى على الإمام الحسين. وتعالوا أيها الأحبة للمتوكل العباسي، ثم نأتي إلى طاغية العصر صدام حتى نشوف هذا ماذا فعل الإمام الحسين أيها الأحبة. المتوكل العباسي فرض على كل من يزور قبر الحسين سلام الله عليه أن يدفع 100 قطعة ذهبية. واضح إن شاء الله؟ وال100 مو قليلة ترى. الشيعة تعبانين، والشيعة على مر الدهر، هذول شيعتنا الآن وضعياتهم التعبانة خطيرة. واضح؟ ترى الشيعة اليوم ما يختلفون عن الشيعة بذلك الوقت. واضح من ناحية أنه العناء المادي والفقر والعوز،
ولكن الحب الحسيني كان أغلى وأعلى في النفوس. يقول 100 قطعة ذهبية، الآن الناس تأتي زرافات، يدفع القطعة وهو فرح، يقول يرى قبر الحسين يتلألأ أمام ناظره، يتقدم فرحا مسرورا على أنه وفق لتلك النعمة، نعمة زيارة الإمام الحسين. الآن تأتي امرأة، وهو يتأثر بالنفوس أيها الناس، واضح، تقوم وتسقط، تتوكى على عصا، قل شو تنادي؟ قل لبيك يا حسين، سيدي يا أبا عبد الله، المعذرة إليك، لقد تأخرت طويلا، أنا سنين، يلا كمل لنا 100 قطعة ذهبية. ما وصلت إلى ذلك الحرس الموكل بحراسة قبر الحسين، فلما نظروا إليها وجدوا ملابسها رثة قديمة وعيونها ضعيفة لا تكاد تقوى على القيام والحركة من شدة الجوع، فقالوا لها يا امرأة أولك 100 قطعة ذهبية؟ قالت نعم ولله الحمد، عملت سنين وجمعتها. قالوا لها أوليس الأولى أن تصرفيها على نفسك وعلى علاجك وعلى بصرك وعلى لباسك؟ قالت دعوني أصل إلى سيد الحسين. واضح؟ الآن تعطي 100 تتقدم، لكن روحها ما تحملت. واضح؟ تسلم على الإمام الحسين، تقوم وتسقط إلى أن سقطت على قبر الحسين سلام الله عليه. قال سيدي بجاه أمك الزهراء أن تأخذني معك، كافي بعد ما تبقى. فماتت على قبر الحسين سلام الله عليه. هذا الإمام الحسين الذي أثر في تلك الأمة، صنع منها أمة مهما أعطت تقول ما أعطيت لا يساوي شيء أمام عطاء الحسين، مهما أعطينا فهو قليل، لأن الإمام الحسين أعطانا طعم الحياة الدنيا ولذيذ الحياة الأخرى أيها الأحبة، أعطانا معنى الحياة. لم نكن نعرف معنى الحياة، لم نكن نعرف معنى الحرية، لم نكن نعرف معنى التضحية، لولا الحسين لماتت تلك الأمة. ولهذا قال الإمام زين العباد لما عاد بعد واقعة الطف إلى المدينة وسأله أحد الأشخاص ماذا جنيتم من تلك المعركة؟ ايش حصلتم؟ واضح، رجالكم قد قتلوا ونساؤكم قد سبيت، فمن المنتصر؟ شو تصور انه راح يبكي الامام زين العابدين ويقول له ما نسوي خسرنا؟ قال له يا هذا اذا اذن المؤذن سوف تعرف من هو المنتصر. واضح ان شاء الله. ما زال اسم الرسول الذي معاوية قال دفنا دفنا، ويزيد وعبيد الله وعمر بن سعد قالوا لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، ولكن اسم الرسول ما دام يرفع على المنابر فاسم الحسين يرفع على المنابر، لأن الرسول هو القائل حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وإذا ما زال اسم الرسول يرفع، فمن هو؟ نفس الرسول، وجزء من الرسول هو الحسين، فاسم الحسين لا زال على المنابر أيها الأحبة. فالحمد لله الذي رزقنا أيها الأحبة تلك النعمة، نسأله تعالى إن شاء الله التوفيق إلى أن نكون من خدام الحسين، أن يرزقنا الله أن نكون من المشاركين بالفتح الحسيني، من الذين إن شاء الله همهم وتفكيرهم هو أن يكونوا من خدام الحسين، هو أن يوصلوا رسالة الحسين سلام الله عليه. وحبيت أختم بشيء لعله الكثير من أخوتنا غافلين عنه، وهو كيف نزور الحسين في الأربعينية. وإن شاء الله هاي المسألة هواي مهمة، هواي أيها الأحبة، حتى نكون كما أرادنا الحسين، وقبل أن يريدنا الحسين يريدنا رب الحسين.
شلون نزور؟ تعالوا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل، هذا الذي أدرك الإمام الباكر سلام الله عليه، هذا الذي إنه نقل لنا حديث الكساء عن سيدة النساء فاطمة. تعالوا نتعلم منه، وهو الذي أخذ من الإمامنا الصادق سلام الله عليه، فيما بعد نأخذ منه كيف زار الإمام الحسين الإمام الصادق. تعالوا إلى جابر يعلم، واضح إن شاء الله. جابر بن عبد الله الأنصاري مع عطية العوفي يصلون إلى الفرات. الآن جابر دموع مالته تنزل على وجنته، فقال لعطية العوفي: ناولني الماء لكي أغتسل غسل زيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. إذن أول شيء يفعله الزائر أن يغتسل غسل الزيارة للإمام الحسين، زيارة الأربعين. واضح إن شاء الله. وهذه الزيارة مسنونة، واضح إن شاء الله، بعد وهي تغني عن الوضوء. هاي مسألة وايد ننتبه لها أيها الأحبة. الآن يغتسل جابر، وإذا به يقول لعطية العوفي: خذني إلى قبر الحسين، خذني إلى قبر حبيبي. فقال له عطية: يا جابر، القبور كثيرة وغير معلمة، فكيف تصل إلى قبر الحسين؟ قال: لا عليك يا عطية، كل قبر نمر عليه ناولني من تراب ذلك القبر، فأنا حينما أشم التراب أعرف أن هذا القبر للحسين أو لغير الحسين. الآن عطية يقول: نمر بالقبور قبرا قبرا، كلما شم جابر تراب قبر قال: هذا ليس تراب قبر حبيبي، حتى ناولته تراب فشمه فوقع على الأرض وقال: هذا قبر حبيبي الحسين، حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك من الجواب، وقد فصل ما بين رأسك وجسدك. الآن جابر يبكي على قبر الحسين، ينادي حبيبه الحسين، وإذا بعطية العوفي يقول: يا جابر، قم واستقبل حرم الله، هذا علي بن الحسين قد عاد بنساءه وعمات من السبي. الآن جابر يقوم ويسقط ويقول: عم علي، أين أنت؟ أين أبوك الحسين؟ الآن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه صار لفترة ما ملتقي مع أحد من أحبته، فلما التقى بجابر حضنه جابر، قبله، بكى الإمام زين العابدين، قال له: يا عم يا جابر، ها هنا قتل والدي الحسين، ها هنا سبيت عمتي زينب، ها هنا قتل رجالنا، ها هنا سبيت نساؤنا. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وأمه وأبيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ارحم موتانا برحمتك الواسعة، اللهم عرف بينهم وبين سيدهم الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين بحق جد الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.